تعالوا معايا نذاكر سوا في يوم في مكتبة اسكندرية. كل سنة قبل الامتحانات لما بلاقي نفسي مش عارفة أذاكر بقرر أخد حاجتي وأروح مكتبة اسكندرية أذاكر. والنهاردة رحت مع صحابي علشان أخلص المذاكرة اللي ورايا عشان ما كنتش عارفة أذاكر قوي في البيت. فرحت أنا وواحدة صاحبتي وقابلت واحدة صاحبتي تانية بالصدفة، فالموضوع كان لذيذ. وقعدت ذاكرت شوية وكنت بكتب جلسات المذاكرة اللي بذاكرها في ستيكي نوتس علشان تشجعني شوية. فبعمل مربع كده وبحدد كل جلسة ذاكرتها من الساعة كذا للساعة كذا وذاكرت فيها ايه، وكل ما اخلص حاجة بعمل عليها علامة صح. وهنا هتلاقوني كنت بستخدم هايلايترز كتير عشان كان في اسامي كتاب كتير واسامي الكتب بتاعتهم، والماده دي رزله بصراحه في الحفظ، فادعوا لي انا واصحابي نقدر نحفظها كويس. فقعدت بقى احدد بالهايلايتر كده علشان اقدر ان انا اجمع المعلومات يعني وكاني بلخصها واسهلها على نفسي شويه. والحلو ان انا كنت رايحه انا وصاحبتي في القسم، فعشان بندرس نفس الحاجه فكنا بنسال بعض في حاجات. فلو بتشوفي الفيديو ده يا هنونه شكرا انك موجوده عشان ساعدنا بعض كتير. وقعدت اجمع المعلومات برضو في ستيكي نوتس كده، كان في حاجه بتتكرر كتير وملخبطاني فقعدت اجمعها في ستيكي نوت علشان ما اتلخبطش. وفي النص جوعنا جدا فطلعنا كلنا وبعدين رجعنا تاني، وكان في تكليف ما كنتش عملته فقعدت اعمله شويه وخلصته على اخر وقت المكتبه كانت بتقفل فيه، فخلصنا وروحنا وبس كده.